مرت الأيام ولم يعد الرجل يقف أمام المتجر كما كان يفعل من قبل. لقد تغير شيء ما في طريقه في النظر. في البداية كان مثل الكثيرين، كلما رأى التجارة الناجحة سأل فورا كم أرباحها، وكلما سمع عن مشروع جديد كان أول ما يفكر فيه كم سأربح. لكن مع الوقت بدأ يلاحظ أمرا غريبا: التجار الحقيقيون نادرا ما كانوا يبدأون بالسؤال عن المال، بل كانوا يسألون سؤالا مختلفا تماما: من يحتاج هذا؟ وأين المشكلة؟ وكيف يمكن حلها؟ وهنا أدرك الرجل الفارق العميق. هناك من يطارد المال وهناك من يصنع المال. الذي يطارد المال يركض خلف الأرقام، أما الذي يصنع المال فيركز على القيمة. الأول يتعب سريعا لأنه يبحث عن نتيجة، والثاني يصبر لأنه يبني سببا للنتيجة. في تلك اللحظة أغلق الرجل دفتره بهدوء، ولم يكتب هذه المرة فكرة للربح، بل كتب سؤالا واحدا فقط: ما المشكلة التي أستطيع حلها اليوم؟ ومن هنا بدأ يفكر كتاجر حقيقي. في الحلقة القادمة سندخل أخطر مرحلة: لماذا يخاف معظم الناس من أول خطوة؟ وكيف يتجاوزها التاجر بهدوء؟